السلام عليكم. الأهلي يقسو على استاد أبيجان في حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي المفضل. الحمد لله رباعية ولا أروع طبعا من كده في استاد أبيجان الإيفواري في أولى مباريات الدفاع عن اللقب الإفريقي. الأهلي فاز طبعا بأهداف ولا أروع. شفنا هدف جميل لمجدي قفشة، شفنا هدف ولا أروع لمحمود كهربا يا جماعة. الهدف المقصية ده اللي هو ضربها برجله يعني على طول وان تاتش على طول من الطاير من عرضية لخالد عبد الفتاح. خلينا اقول لكم يا جماعه، الاهلي النهارده كان مؤدي اداء عظمى. مارسيل كولر المدير الفني ايضا تغييراته كانت مناسبه، ولكن في اخطاء النادي الاهلي وقع فيها. من ضمن الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي اللي هي الهدفين اللي ما لهمش داعي ابدا من وجهه نظري، اللي ما لهمش داعي اللي دخل في مرمى النادي الاهلي. واحد يقول لي الشناوي كان سبب. انا من وجهه نظري يا جماعه مقتنع ان الشناوي كان سبب 100%. بغض النظر بقى الشناوي فضل يزعق في ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه وقال له اللعب وسطيكم وضربها، خاصه الهدف الاول. يعني الهدف الاول اللي ضربه بالهيد، اللاعب كان وسط لاعبين وضربها بالهيد، ما علينا. بس ردة فعل الشناوي تحسها ان هي ردة يعني بطيئة، تحس ان الشناوي عنده بطء دلوقتي في التحرك. يعني بيترمي مثلا على كورة تأدية واجب وخلاص، مش اللي هو مترمي على الكورة بسرعة على اساس ان هو رايح يصد الكرة. لا، هو عارف ان هي مش هيقدر يعمل لها حاجه، بيترمي كده سد خانه. ده الله اعلم، ده من وجهه نظري انا. انتوا ممكن تشوفوا حاجه تاني، الناس الشناوي ما كانش سبب، لا، لكن انا من وجهه نظري الشناوي كان سبب جدا في الهدفين. لو مصطفى شوبير لاعب ممكن ما تلاقيش الهدفين دول دخلوا. انت لسه خلي بالك، انت فزت اي نعم في ملعبك في استاد القاهره ب4 اهداف، نتيجه كبيره، ولكن دخل مرماك هدفين. احنا مش متعودين على النادي الاهلي في الاهداف الكتيره اللي بتدخل في النادي الاهلي، لا 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 لا، احنا مش متعودين على كده. ده احنا مش عارف السنه اللي فاتت ولا مش عارف امتى البطوله كلها ما دخلش فينا يمكن 3-4 اهداف. كنا واخدينها كلها فوز 1-0، فوز 2-0، فوز 3-1، فوز 4-0، يعني كده فوز. يعني بص، البطولة تقريبا كلها ما دخلش فينا 4 أهداف. فأنت في أول مباراة يدخل فيك هدفين، والمباراة مقامة في ملعبك كمان مش بره ملعبك. دي النقطة السلبية اللي أنا حبيت أتكلم فيها. أما بالنسبة لكل حاجة في المباراة جميلة، الاستاد جميل، الجمهور جميل، أهداف ولا أروع. مجدي قفشة طبعا هدف يعني يفكرك بالهدف بتاع الضربة القاضية. ممكن محمود كهربا بعد الثقة اللي حطها عليه مارسيل كولر، واتكلمنا عن الثقة دي واتكلمنا عن الإدارة بتاعت النادي الأهلي، فتحت تعتبر صفحة جديدة مع محمود كهربا. فين الناس اللي كانت شمتانة في النادي الأهلي وإصابة وسام أبو علي وقال لك خلاص النادي الأهلي مش هيعمل حاجة؟ دلوقتي تلاقيهم عمال يقول لك إيه يا عم، طب رجعوا لنا وسام، طب خلاص هاتوا لنا وسام، سيبنا من وسام. ما فيش، جالهم كهربا كهرب الدنيا. 1000 مليون مبروك للنادي الأهلي يا جماعة، وهارد لك طبعا للي كانوا مستنيين النادي الأهلي يقع في أول مباراة في ظل الغياب التهديفي اللي شفناه في الدوري. والناس كلها كانت متوقعة أن النتيجة ممكن تحصل 1-0 بالكتير، 1-0، أو ممكن الأهلي يتفاجأ إن هو ما يأديش أي أداء زي ما شفنا في آخر مباراة في الدوري. ده كل ما يخص يا جماعة اللقاء. ما تنسوش الدعم المجاني، اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم. سلام عليكم.